محمود شوقي عبر بلس 90. محمد رمضان المدير الرياضي كان حزين ومصدوم من الهجوم الجماهيري على اللاعبين، وكان زعلان بعد اللقاء كمان. لكن السبب الرئيسي في عدم التوجه للجماهير هو وجود مشكلة بين اللاعبين نفسهم. في لاعبين عايزين يروحوا للجمهور، وفي لاعبين تانيين رافضين. علشان كده ما كانش عايز يحصل أزمة بين اللاعبين. محمد رمضان محتاج مساندة غير طبيعية من الخطيب، وهو عايز يركز في منصب المدير الرياضي. هو مش كان عايز يتواجد في المواقف دي من الأساس، لكن منصبه الحالي وصلاحياته كمدير كرة بتخليه يتواجد مع الفريق ويقعد على مقاعد البدلاء. وهو عايز يعمل فترة معيشة في أوروبا علشان يطور نفسه في منصب المدير الرياضي. كولر طلب إن محمد رمضان يفضل معاه في الفترة الجاية، وهو مش عايز مدير كرة حاليا. ولازم الموقف بين لاعبي الأهلي والجماهير ما يتطورش، ولازم يتم احتواء الموقف تماما. سيد عبد الحفيظ ممكن يفكر في الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ومقارنته بمحمد رمضان هتبقى ظلم للأخير بكل تأكيد.